اهلا وسهلا بكم وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم. ربي يحفظكم. شكرا بزاف للناس اللي التحقوا بالقناه ديالي. مرحبا بكم وراكم على راسي وعينيا. اليوم غادي نتطرق لواحد المشكل اللي مأرق العيالات والرجال. ما تيطيقوهش، ما تيتحملوش، تيحشم بيهم. وش نقول لكم، وخاصه في رمضان لانه تيجهد وتيكبر. هاد المشكل اللي غادي نحاولوا نطرقوا للحل ديالو اليوم هو رائحة الفم والأسنان. شكون فينا اللي ما تيحسش براسو مضايق او لا طالع له الدم الا حس بالريحه في فمه؟ راه شي حاجه ما تيقدرش الانسان يتحملها، خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم البريدج اللي مركبين السنان، بالنسبه للناس اللي عندهم السوسه في الفم، بالنسبه للناس اللي عندهم السنان راكبين على بعضيتهم، او اللي عندهم السنان مفرقين تيجمعوا لهم النعمه. هاد المعالجه ديال هاد المشكل اللي غادي نطرقوا لها اليوم هي معالجه فعاله مجربه شخصيا وفعاله 100%. يلا نبداو، تبعوا معايا على بركه الله. اول طريقه ديال هاد المعالجه هي هاد لاسورانغ. هاد لاسورانغ غادي تشريها اما من عند مول الحنه واما من عند مول عند لا فارماسي. غادي تشريها اما ب5 دراهم ولا ب10 دراهم. غادي تحيد لها ديك الحديده ما عندك ما دير بها، غادي تخلي غير الانبوب. هاد الانبوب هذا اش غادي ندير بهذا الانبوب هذا؟ عندي هنايا سوليسيون انتي سيبتيك، ها هي ديال الفم. فيها صالحه للجير ديال اللي تيتحط فوق السنان، صالحه للطياب ديال الفم، وصالحه للريحه ديال الفم. هاد لا سوليسيون هادي غادي نشد منها مثلا، غطايه. ها هي غطايه غادي نديرها في كاس ديال هذا ديال الحمام، وغادي نعمر عليه بالماء. هنا وجدت سوليسيون، هنا وجدت واحد المحلول اللي غادي ينفعني باش غادي هذا نعالج به رائحه فمي. غادي نشد هاد لا سورانغ هادي وغادي نعمرها بهاد لا سوليسيون. هاي غادي نعمرها وغادي نجي للبلاصه اللي عندي فيها، سمحوا لي، عندي البلاصه اللي عندي فيها اما السنه مركبه او لا، اما السنه مركبه ولا عندي فيها السوسه ولا عندي فيها السنان راكبين على بعضيتهم، المهم اللي دايره لي مشكل. هاي غادي ندير بحال هكا، شو تنضرب بحال هذا تندير ان جي اللي تيدخل في البلاصه ديال السنه. ها ثقوا بيا، هاد الطريقه هادي غادي غتهنيكم. ها هذيك السنه اللي انت مركبها اولا انت مركباها تتحس بها تغسلات من الداخل، تغسلات لان السنان اللي هما مركبين تيكونوا خاويين، راه شد فيهم غير ديك لا كورون اللي حداهم. لان ملي تتمشي عند الطبيب باش يركب لك ضرسه تيدير لك لا كورون الوحده اللي حداها وتيحطها هي، ولكن تتكون خاويه. هذا هو المشكل ديالو. انا ملي سولت الطبيب قلت ليه علاش تتحط لي، علاش حطيتي لي السنه خاويه، حيت انا مركبه جوج حتى انا. قلت ليه علاش ركبتي لي السنه خاويه؟ قال لي لا درتها عامره غادي تطيب لك هذا اللثه ديال فمك، غادي تبقى دائما اللثه اللي تحت منها دائما عندك فيها مشكل، خاصها تكون خاويه. وفاش كنت تمشي عنده تنقول ليه راه دايره لي مشاكل ولا شي حاجه، يدير لي داك الجي ديال الماء تينظفها وصافي. هادشي اللي ديك لا سوليسيون اللي عنده تينظفها وصافي، هادشي اللي تيدير. دابا هنايا هانت ثقوا بيا حتى السنه تتحس بها تغسلت من الداخل تغسلت السنه. بهذه الطريقه هذه، ولكن دفعوا بالجهد. هانت انا غادي نعمرها بحال هكا. هاي تيبان لكمش واقيلا. هاي غادي نديرها بحال هكايا ونجر نعمرها، المهم بحال تنعمروا الابره.
هنايا غادي تدفع بالجهد. ملي ديرها حدا البلاصه اللي عندك فيها مشكل غادي تدفعها بالجهد. ها تتحس بالماء مشالك في السنه. هذه الطريقه الوحيده، وغدور على اسنانك الا كان عندك مشاكل في الفم، وغدور على اسنانك كاملين بهادي. الطريقه الثانيه عندك هاد الشويتات هادو راهم تيتباعوا في الباغا فارماسي. ها تيتباعوا في الباغا فارماسي، ويمكن يتباعوا حتى عند موالين التجميل. حنا عندنا هادو تيتباعوا في لي سوبر مارشي عادي. ها شويتات صغيورين. ها هذيك الشويته اش غادي ندير لها؟ غادي نشد هذا دونتيفريس. غنشد الدونتيفريس وغادي نديرو، اما الا ما لقيت فاش نديرو غادي نديرو على السطح ديال يدي. هاي غادي نديرو على السطح ديال يدي. غادي ندير فيه هاد الشويته هادي، ها هي، وغادي غادي نديرها كاع في ديك الخوايات اللي كاينين عندي بين السنه والسنه، ولا تحت من الضرسه اللي عندي خاويه، ولا غادي ندوز كاع على كاملين بهاد نرمدها بحال هكا في الدونتيفريس. هذا هادي تيمكن لك حتى تغسل بها حول السنان ديالك. ها هي الطريقه. من بعد ملي دوزوا عليها كامله، هي اللي غادي حتى الطريقه ديال البروساج ديال السنان. ملي دير داك الشويته الصغيره بين سميتو بين سنانك، وتنظف مزيان بين السنان، عاد ديك الساعات غادي تكمل بالشيته ديال السنان. عاد غادي ندير البروساج. هاد الطريقه هادي حتى هي الا درتيها يوميا والله ما تبقى لك الريحه في فمك، مستحيله. غديرها في الصباح ملي تنوض، لان السنان هذا يقدروا يعطيو الريحه في الليل. غديرها في الصباح وغديرها في الليل قبل ما تنعس، 2 ديال المرات في النهار. في الاول، من بعد غادي تبقى ديرها غير مره من العشيه كافيه. وعلى ضمانتي الا بقات لك الريحه في الفم. تكميله للطريقه الثانيه هما هاد الشويتات هادو، هاد لي كوردون، هادو في نفس الوقت هما شويتات بحال هادو اللي وريتكم قبيله. هادو الفرق بين هادو دوك، هما هادو بالنسبه للناس اللي عندهم البلايص مضيقين صغيورين. ها هي، انا جبت لكم وحده من هادو. لاحظوا هادي من الراس ديالها شويته، من هاد الراس شيته، ومن هاد الراس كوردون، قطيب ديال السنان. وهادي شويته من هنايا. هادي بنفس الطريقه اللي قلنا، تدير شويته في الدونتيفريس، هيا، وتديرها بين سنانك. وتيمكن لك حتى تنقي بها السنه اللي عندك خاويه من التحت، تنقيها بها وتعمر بحال تتعمرها بالدونتيفريس باش تنقيها بهاد الطريقه هادي. وكاين الكوردون من هنايا. الكوردون في الحقيقه ما تينقيش، تيحيد غير شي حاجه واحده. اما هاد الشويتات تينقيو، هادو تينقيو. داكوغ، ها هي هاد الطريقه هادي هضرنا عليها. طريقه اخرى باش نعالجوا هاد المشكل، هو هاد لو فيل دونتير اولا هاد الخيط ديال السنان. هذا خيط تيتباع حتى هو في الباغا فارماسي، عنده المقياس ديالو معاه، يكفي تشوف شحال باغيين الطول ديالو بحال هكايا، وتنجروه هو تيتقطع راسو. هاد الخويط هذا حتى هو تنشد شي حويجه، نحط فوق منها شويه ديال الدونتيفريس بحال هكايا.
هاوايا هاوايا انا درت فيه الدونتيفريس صافي، وتنبقى هذا ندوزو بين سناني هاكا. شتي ها ما تخيلوش النعمه اللي تتخرج من بين السنان، راه ما فيهم والو السنان، ما فيهم لا سوسه لا والو، تتخرج النعمه من بيناتهم. ها هكا. عاد دابا منين نقي سناني بهذا الخيط هذا، عاد غادي يجي الدور ديال الشيته ديال الفم، لان الشيته ديال الفم بوحدها ما تتنقيش السنان، تتنقي لي سيرفاس من الفوق، تتنقي السنان من الفوق، ولكن بين السنان، بين السنان ولا الداخل في السنان ما تتنقيش. عاد دابا ندير الشيته وعاد نغسل فمي بهذه الطريقه هذه. انا وريتكم الطرق بثلاثه بهم اللي ممكن نديروا بهم ننظفوا بهم السنان وما تكونش عندنا الريحه. وانا متاكده 100% غادي تهناو من الريحه ديال السنان نهائيا بهذه الطرق هذه. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا لا سيرانك، ما عجباتهمش ولا جاتهم شويه ماشي هي هذيك الى اخره، كاين هذا الفلوسر هذا بحال ديال الطبيب تماما، بحال ديال الطبيب، تيتباع في البارافارماسي ولا تيتباع عند صحاب التجميل. هذا فيه تيخدم بالحجره بالشارجر، تيتشارجا، وهذا فيه عنده هذا الكونتينر، هذا الكاس ديالو، هذا تتخوي فيه هذاك المحلول اللي درنا بالماء وبسميتو بالبان دو بوش، تتخويه فيه. هانا خويتو فيه، غادي نسدو هنايا. هذا اللي تري براتيك، هذا اللي تري براتيك، انما سميتو هذا اللي براتيك بصراحه، اللي براتيك غالي شويه في الثمن، ولكن هذا شنو تدير؟ تشد مباشره عند هذا. لافونتاج ديالو تيعطي اون موس، الاخر خصك تمضمض باش تكون لاموس، هذا هو تيعطي ديك الكشكوشه ديك لاموس. غادي نديرها هنا حدا السنه ديالي بحال هكا، شتي هو تيطلق داك الجي، تنحس به، تنحس بالسنه ديالي تتغسل، تنحس ها هو تيطلق داك الجي ديال هذا الفلوسر. هذا تماما بحال ديال الطبيب، ديال الاسنان بحالو. ها هو هذا تيتباع عند صحاب التجميل، تنظن غادي يكون عندهم، اولا لما كانش راه في البارافارماسي اولا في الفارماسي. هذا بالنسبه للناس اللي ما بغاوش. انا عندي بجوج، عندي لا سورانك وعندي هذا. في الغالب تنستعمل هذه لا سورانك اللي بلو براتيك. علاش؟ لانها هذه ملي تنكون غادا لشي بلاصه قريبه ولا شي حاجه، تنديها معايا تنديرها في لاطروس ديالي وتنديها معايا. هاد ناخذ قريعه صغيره ندير فيها لونتيسيبتيك، وناخذ هذه صافي، وهنا بالعده ديالي معايا. هذه انا جو لا تروف بوكو بلو براتيك على هذه جد عمليه، هذه صغيره وزوينه وعفيريته. هاد لا سورانك. يلا نتمنى انني نكون فدتكم. ما يبقاش الانسان تيغسل غير سنانه ولا تيبقى يمص ها القرنفل، ها التخربيق، ها الهولز، انتما درتو هولز، انتما درتو القرنفل في الفم، رشيت الريحه، مضغت المسكه، داكشي لا يغير من الامر شيئا. هنيو راسكم. الا ما كانوش هاد الطرق هادي بقى غير نسلتو داك السنينات ونلوحوهم، ما كان علاش نلوحوهم، تهلاو في سنيناتنا. يلا عواشركم بركه مسعوده ورمضان مبارك سعيد من جديد، وشكرا للناس اللي التحقوا بيا واللي تيتفاعلوا معايا وتيصيفطوا لي ميساجات غزالين. الله يجازيكم بخير. يلا نتلاقاو في فيديو اخر ويكون مهم اكثر من هذا اللي ديال اليوم.